ده سعيد، والنهارده بالنسبة له زي أي يوم عادي. صحى الصبح، مسك موبايله، لقى إيميل من شغله. أول سطر فيه: تم الاستغناء عن خدماتك. فضل باصص للشاشة كام ثانية من غير ما ينطق ولا حرف، بس بينه وبين نفسه قال: ولا يهمك، هتتحل. نزل يروح الشغل عشان يخلص أوراقه ويلم حاجاته. دور المفتاح مرة، التانية، العربية مش راضية تدور. وقف كام ثانية وبص قدامه وقال لنفسه: ولا يهمك، هتتحل. خلص اللي وراه ورجع البيت. أول ما فتح الباب، مرته قالت له: ابنك سخن ولازم توديه للدكتور. فتش في محفظته، بص لابنه كام ثانية وقال لنفسه: هتتحل. 3 مرات في نفس اليوم كان سعيد بيقول لنفسه هتتحل، لكن مش كل حاجة بتتحل. الغريب إن السيناريو ده بيحصل أكتر مما تتخيل، لدرجة إن اتعمل له قانون ميرفي رقم 1: أي حاجة في احتمال إنها تمشي غلط يبقى هتمشي غلط. بس المشكلة مش في اللي حصل لسعيد، المشكلة إن كلنا فاكرين إن المواقف دي هتحصل مع غيرنا مش معانا. بس السؤال اللي يخض فعلا: لو بكرة بقيت مكانه، هتفضل صاحب القرار ولا الظروف هي اللي هتقرر بدالك؟ وهنا هتسمع أشهر نصيحة مالية على الإنترنت: اعمل صندوق طوارئ يغطي 3 شهور. وفي ناس تقولك لأ، غطي 6 شهور، وناس تانية بتقول سنة كاملة. والمشكلة إن محدش بيقولك ليه 3 وليه 6، ليه مش 4 أو حتى 8. الحقيقة إن الرقم ده له طريقة حساب، بس أغلب الناس حافظين الإجابة من غير ما يعرفوا المعادلة. طيب تعال نكتشف المعادلة دي مع بعض، بس الأول خلينا أعرفك على الشخصيتين دول. أحمد موظف حكومة مرتبه ثابت وعارف تقريبا هيقبض كام كل شهر. وفي الناحية التانية خالد متجوز وعنده 3 أطفال وشغله حر، ودخله ممكن يزيد شهر ويقل الشهر اللي بعده. ودلوقتي خلينا أسألك سؤال: هل الاتنين محتاجين نفس مستوى الحماية؟ غالبا إجابتك هتكون لأ، لأن ظروفهم مختلفة. وعشان كده صندوق الطوارئ ما ينفعش يكون رقم ثابت، لأن الصندوق انعكاس لمستوى المخاطرة في حياتك. ويمكن المشكلة عمرها ما كانت في الرقم سواء 3 أو 6 شهور، المشكلة إننا افترضنا إن نفس الرقم ينفع لكل الناس. طب هو إيه المشكلة يعني إيه اللي ممكن يحصل لو بنيت صندوق طوارئ أصغر أو أكبر بكتير من اللي محتاجه؟ طب ركز معايا في الجملة الجاية لأنها هتغير نظرتك في الموضوع كله. الطوارئ في حد ذاتها نادرا ما بتدمر الناس، اللي بيدمر الناس فعلا القرارات اللي بياخدوها وهم تحت الضغط. وده لأن أول ما الفلوس بتخلص الذعر بيبدأ، وساعتها بتاخد قرارات عمرك ما كنت هتاخدها لو معاك سيولة. ممكن تبيع استثمار في وقت غلط، تكسر شهادة قبل ميعادها، أو إنك تستلف بفوايد، وكده دخلت نفسك في معاملة حرام شرعا. وبدل ما يبقى عندك مشكلة واحدة بقى عندك مشكلتين. وهنا تقدر تشوف بوضوح المشكلة الصغيرة وهي بتتحول لكارثة مالية. وده بالظبط السبب الحقيقي لوجود صندوق طوارئ. طيب تعالى بقى نجاوب على السؤال اللي كل الناس بتختلف فيه: أحسب صندوق الطوارئ بتاعي إزاي؟ تعالى نحسبه صح ومن غير أي أرقام محفوظة. كل اللي محتاجه منك إنك تجاوب على 6 أسئلة: دخلك ثابت ولا ممكن الشهر الجاي يبقى أقل؟ لو بكرة دخلك اتوقف، كام شخص هيتأثر؟ لو خسرت مصدر دخلك النهاردة هترجع تقف على رجلك بعد قد إيه؟ احتمال الطوارئ في حياتك أعلى من الطبيعي، زي مثلا عربية قديمة، مشاكل صحية، عمل حر. هل عليك التزامات لازم تدفعها حتى لو خسرت دخلك؟ لو الاقتصاد كله دخل في حالة ركود، فرصتك تلاقي مصدر دخل جديد هتكون سهلة؟ شايف؟ ولا سؤال فيهم سأل عن مرتبك كام، لأن حجم الصندوق مش بيتحدد بمرتبك بس، بيتحدد بمدى المخاطرة في حياتك. وعشان كده صندوق الطوارئ مش رقم تحفظه، ده رقم بتكتشفه. ولو كنت مركز معايا لحد هنا فغالبا انت واحد من ال3 شخصيات اللي هيظهروا على الشاشة دلوقتي: الواقعي، وده اللي هيقول
هو المرتب بيكفي آخر الشهر أصلا عشان تقول لي اعمل صندوق طوارئ؟ ولو ده كان اعتراضك فأنت معاك حق، بس المشكلة مش في صندوق الطوارئ، المشكلة إنك محتاج تبني الأول مساحة تتنفس فيها. والحل هنا مش إنك تلغي فكرة الصندوق، الحل إنك تزود دخلك. وعايزك هنا تشوف حلقة اختيار المهارة اللي هتظهر لك على الشاشة دلوقتي، ودي هتساعدك لو عايز تزود دخلك. صاحب الحلول السريعة، وده هيقول أنا معايا كريدت كارد، يبقى خلاص أقدر أعتبره صندوق الطوارئ بتاعي. ولو فكرت فيها هتحس إنها فكرة ذكية فعلا، بس هي أخطر مما تتخيل، لأنها بتدخلك في مشكلة أكبر. لأن بطاقة الائتمان مش بتحل الطوارئ، دي بتنقلها للمستقبل بعد ما تكون كبرت، وبدل ما تحل الأزمة هتزود عليها أزمة تانية. المستثمر اللي هيقول وهل منطقي إن أركن فلوس كاش على جنب وقيمتها تفضل تقل كل يوم؟ وبصراحة دي أكتر شخصية أنا متفق معاها. لكن هو قارن بين حاجتين وظيفتهم مختلفة أساسا. أنت مش بتختار بين استثمار وصندوق طوارئ، أنت بتختار بين عائد وسيولة، بالظبط زي الباور بانك. محدش بيشتريه عشان يفضل يشحن بيه طول اليوم وكل يوم، إنما أول ما الموبايل يفصل ساعتها بس بتعرف قيمته. بس ده ما يمنعش إننا ممكن نقلل خسارة التضخم، وهنا لازم نعرف الغلط عشان نعرف نحله. والغلط إننا بنتعامل مع صندوق الطوارئ على إنه مبلغ واحد، مع إنه ممكن يبقى جزئين. الجزء الأول سيولة فورية، فلوس كاش تقدر توصل لها في نص الليل. وهنا لازم تسأل نفسك إيه أقل مبلغ لازم يكون تحت إيدك عشان ما تضطرش تستلف. وده هو الجزء الأول من الصندوق اللي هيحميك أول 48 ساعة. أما الجزء التاني فمش لازم يفضل كاش، المهم هنا إنك تختار أي أداة مالية بشرطين اتنين: تقدر توصل لفلوسك بسرعة وما تخسرش جزء كبير من قيمتها وقت ما تحتاجها. طيب إيه هي الأدوات دي وإزاي تختار بينها؟ فده سؤال عظيم جدا هنناقشه في حلقة لوحده. وفي سؤال ناس كتير بتسأله: أعمل صندوق طوارئ ولا أسدد الدين؟ المشكلة إن السؤال نفسه غلط، لأن مع أول أزمة هتثبت لك إن السؤال ده من البداية كان غلط. والسؤال الحقيقي إزاي أوزع فلوسي بحيث أحمي نفسي وأقلل خسائري؟ وده معناه إن الحل مش في الاختيار، الحل في التوازن. أي دين مربوط بفايدة لازم يتسدد فورا، لكن ما تسددش بآخر جنيه معاك وتسيب نفسك من غير أي حماية. وفي نفس الوقت ما تبنيش صندوق طوارئ ضخم وانت لسه غرقان في الديون. مش واحد قبل التاني، لازم يمشوا مع بعض. وفي النهاية، فاكر السيناريو اللي بدأنا بيه الحلقة؟ أتمنى إن اليوم ده ما يجيش أبدا، لكن لو جه أتمنى إن أكبر مشكلة عندك تكون المشكلة نفسها، مش القرارات اللي هتضطر تاخدها بسببها. لأن في النهاية صندوق الطوارئ مش بيمنع الطوارئ، هو بيمنعها إنها تكسرك. وعشان كده الصندوق مش بيتبنى وقت الطوارئ، إنما وقت ما الدنيا رايقة.